انت غالبا صاحي دلوقتي وبتسمعني وفي دماغك أحلام كتير نفسك تحققها. يمكن عايز جسم أحسن، يمكن فلوس أكتر، يمكن تبقى شخص واثق من نفسه. بس في حاجة واحدة واقفة بينك وبين كل ده، اسمها إدمان الراحة. دماغك اتبرمجت إنها تدور على الطريق السهل، على السرير، على الموبايل، على التأجيل، وبتقنعك إن بكرة وقت أفضل. مع إن الحقيقة إن بكرة نسخة طبق الأصل من النهاردة لو ما غيرتش حاجة. أغلب الناس فاكرة إن المشكلة في قلة التحفيز، بس الحقيقة إن التحفيز شعور مؤقت بيجي ويروح. لكن اللي بيصنع الرجالة هو الانضباط، إنك تعمل اللي المفروض يتعمل حتى وإنت مش طايق تعمله. بص على أي إنسان ناجح في حياتك هتلاقيه مش أذكى واحد ولا أوفر حظ، لكنه كان أهدى واحد مع نفسه وأكتر واحد مستعد يتعب. وانت كمان تقدر تبقى زيه لو بطلت تسمع صوت الكسل اللي جواك، الصوت اللي يقولك نام شوية كمان، العب جيم، دور، سكرول، شوف فيديوهات، وكل ده على حساب مستقبلك. المشكلة إنك مش خسران يوم، انت بتخسر سنين كاملة من غير ما تحس. عشان كده عايزك تسمع التحدي ده. لو عملت اللي هقوله لمدة 30 يوم بس، حياتك فعلا هتتغير. أول حاجة، اصحى بدري حتى لو مش مرتبط بحاجة. الصحيان بدري بيكسر سيطرة الكسل على دماغك. تاني حاجة، اقفل الموبايل أول ساعة من يومك، لأن أول ساعة هي اللي بتحدد مود اليوم كله. تالت حاجة، اتحرك. جسمك لازم يعرق، مش عشان الشكل بس، لكن عشان الثقة والطاقة. رابع حاجة، اتعلم مهارة واحدة بس، ربع ساعة يوميا، مش لازم ساعات طويلة. خامس حاجة، قلل الدوبامين الرخيص اللي جاي من التيك توك والألعاب، لأن الحاجات دي بتسرق تركيزك ومستقبلك. واوعى تقول أنا ما عنديش وقت، انت عندك نفس ال 24 ساعة اللي عند أي إنسان ناجح. الفرق بس في الاختيارات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم. أنا عارف إنك حاولت قبل كده وفشلت، وعارف إن الحماس بيطير بسرعة، بس المرة دي مش مطلوب منك تبقى مثالي، مطلوب منك بس ما تستسلمش بسرعة. لو وقعت قوم تاني، لو لخبطت ارجع تاني. المهم ما تسيبش اللعبة. دماغك هتحاول ترجعك للنسخة القديمة لأنها بتحب الأمان، لكن النمو عمره ما كان مريح. النجاح دايما على الطرف التاني من الألم. تخيل نفسك بعد سنة من دلوقتي، لو بدأت النهاردة بس هتكون فين؟ شكلك إيه؟ دخلك إيه؟ ثقتك بنفسك قد إيه؟ وتخيل برضو النسخة التانية اللي قررت تأجل كالعادة. الفرق بين الاتنين قرار صغير بيتاخد دلوقتي، مش بكرة، ومش أول الشهر، ومش لما الظروف تتحسن. الظروف مش هتتحسن غير لما انت تتحسن. فخد القرار معايا من اللحظة دي، إنك تبطل تعيش متفرج على حياتك وتبدأ تبقى اللاعب الأساسي. يمكن محدش مصدقك، ويمكن حتى انت مش مصدق نفسك، بس الطريق بيبدأ بخطوة واحدة. وأنا واثق إنك لو كملت هتبص على الفيديو ده بعد فترة وتقول ده كان السبب اللي فوقني من الغفلة. قوم دلوقتي اعمل أول حاجة حتى لو بسيطة، واكتب لنفسك أنا هبدأ من اليوم.